تعالى اقولك، لو محتاره النهارده في الغدا هتعملي غدا ايه النهارده؟ بنص كيلو كبد وقوانص هعمل لك احلى غدا وشويه رز تحفه. تعالي ابداي معايا الفيديو ونشوف عملناهم ازاي. اول حاجه رافعه الطاسه بتاعتي على النار، فيها نص كيلو من البصل مقطعاه جوانح زي ما انت شايفاه كده، بترشي له رشه من الملح، هتقلبيه بس تقلبتين. هننزل عليهم بحوالي معلقتين كبار من السمنه ومعلقتين كبار من الزيت. واول ما البصل ياخد اللون الجميل اللي انت شايفاه تنزلي عليهم بالقوانص. طبعا احنا غسلينهم ومنضفينهم ومخلينهم زي الفل. اول ما القوانص يتشوحوا معاكي وياخدوا اللون ده بتنزلي على طول بالكبده. هعمل لك احلى غدوه وما تقلقيش من كميه البصل. واول ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل ده بتنزلي بمعلقه توم مفروم. واول ما تشمي ريحه التوم بقى وتقلبيهم كده تقلبتين مع بعض، تنزلي بحوالي 2 من الطماطم مقطعينهم خرط رفيعه. اول ما الطماطم تدبل معاكي تنزلي بالفلفل بتاعك. انا هحط لهم قرنين فلفل بقى حراقين، عايزه تنزلي بفلفل الوان اللي يريحك، بس انا هستكفى بالفلفل الاخضر والطماطم. بهاراتنا بقى عباره عن ملح 7 بهار، فلفل اسمر، ما بحطش اكتر من كده. تاكلي احلى كبده. وعلشان تاخدي صوص جميل كده بتنزلي بنص كوبايه من الميه وتهدي عليها بقى على النار وتسيبها تستوي براحتها. نسيت اقولك اخر حاجه بنزل بيها بمعلقه دبس رمان، وخلصت الكبده بتاعتي على كده. شايفين اللون الجميل بتاعها؟ تحفه. اركنيها بقى على جنب، تعالي بقى نعمل شويه رز تحفه. معايا حله على النار فيها معلقتين زيت ومعلقتين سمنه، حاطه كوبايه من الشعريه. طبعا كميه الرز اللي تريحك، كوبايه الرز عليها كوبايه على طول، لا ميه لا شوربه. انا وريتك اللون الذهبي الجميل الشعريه خدته. بنزل بمرقه فلفل اسمر ملح. هتنزلي بقى بشوربه او بميه اللي يريحك، بس اهم حاجه تدي تقلبتين كده للرز عشان يبقى مفلفل وجميل معاكي. شايفين؟ انا هنزل بشوربه. انا هنا زدت الرز بتاعي. اول ما يتشرب منه تروحي موطيه خالص عليه. وهنا الرز بتاعي خلاص اتشرب، انا وطيت عليه. كانت الكبده بتاعتي كمان خلصت. وهنا كان الاكل بتاعي خلاص خلص. شايفين بقى جمال الرز؟ تحفه. تعالي بقى اوريكي الكبده بتاعتي. احلى غدوه هتعمليها، ما كملناش ثواني وعملنا سلطه طحينه. حقيقي مفيش ابسط ولا اسهل من كده. غدوه سهله وبسيطه والطعم حكايه. اتمنى يكون الفيديو عجبك.